أنت طلبت مناظرة مع حسن نصر الله، إيش صار على المناظرة؟ وطلبت أنه فيصل القاسم يدير هذا الحوار الإعلامي المعروف. والله بالمناسبة يعني ما أنا بحب أتعرض للأشخاص، لكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنا أقدم وأثمن وأقدر المواقف النبيلة التي يقفها الدكتور فيصل القاسم. هذه أنت قلت عنه أنه منصف وبعيد عن الطائفية، صحيح؟ نعم، هذا أنا أشهد شهادة فيها. وهل أنت كذلك منصف وبعيد عن الطائفية؟ أنا طائفي ضد الطائفية، فإذا راحت الطائفية ذهبت طائفيتي. أنت يعني ردة فعل للطائفية الموجودة عندهم. إيه، أنا عندما يعني يذبح أبناء ديني، ولا أقول طائفتي، أبناء ديني ألا أقف معهم؟ يعني أنا أسألك، هل الوقوف مع الطائفة المظلومة يعتبر هذا يعني أنت ردة فعل للطائفية؟ أيوة، نحن نقف مع المظلومين ولو قالوا عنا أن طائفيون. لكن ما أتمنى الجواب. المناظرة أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حقيقة حتى بلغني أن شيعة لبنان العرب وخاصة الشرفاء يعني قالوا له كذا ببعض النت وكذا، سودت وجهنا. كنت لا تدعو للمناظرة، هو دعا إليها بالحوار والحب. نعم، قال الحوار. ونحن على حد الآن ما عندنا مانع وطرحنا عليه. انت سمعت، اعطينا الأسئلة مسبق مشان يحضرها ولا يعطيني الأسئلة لي. ما رد عليك. ما يرد. يقول له هل في العقيدة الشيعية في وجوب ذبح المسلم؟